السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة كان يوم حافل في الكرة المصرية. نبدأها الأول بتهنئة البطل النادي الأهلي على فوزه على النادي المصري 2-1 والصعود للدور قبل النهائي ليلاقي نادي إنبي في مباراة لم يحدد موعدها بعد. لقاء عصيب انتهى بفوز النادي الأهلي. طبعا كان النادي المصري بادر بالتسجيل في الوقت القاتل في آخر الدقائق، تقريبا في الدقيقة 90 بهدف لمروان حمدي، لكن الحمد لله النادي الأهلي حسين الشحات استغل ذكائه وحصل على ضربة جزاء أحرزها علي معلول. ثم المباراة بقى وصلت للأشواط الإضافية والأهلي الحمد لله حسمها بهدف لأحمد القندوسي في الدقيقة 108. طبعا نظرا لحساسية اللقاءات اللي بين النادي الأهلي والمصري، ما كانش الأهلي ينفع النهارده يخسر تحت أي ظرف من الظروف من النادي المصري. الأهلي عامل موسم كبير، حصل على كل البطولات المتاحة فيه، حصل على 5 بطولات، حصل على الدوري وحصل على الكاس بتاع السنة اللي فاتت وحصل على 2 سوبر وحصل على بطولة افريقيا، يعني 5 بطولات. ما كانش ينفع ان تبقى اول كبوة في الموسم على ايد النادي المصري تحديدا للحساسيات اللي احنا عارفينها بين الناديين وبين الجمهورين. عامة لقاءات الاهلي والمصري دائما في كاس مصر او في اللقاءات الاقصائية، سواء بقى كاس مصر او السوبر في اللقاء اللي لعبوه، دايما بتبقى لقاءات عصيبة وبتنتهي في اوقات حرجة جدا، لكن الحمد لله انها في الغالب بنسبة 99% بتبقى لصالح النادي الاهلي. الكلام ده يمكن من السبعينات مش من بتاع اليومين دول. دائما اللقاءات الاهلي والمصري بتبقى في الماتشات الحاسمه في الكاس واللقاء اللي حصل في لقاءات صعبه جدا جدا جدا. يمكن المصري في الغالب بيبادر فيها بالتسجيل وبيعقد المباراه، لكن الاهلي الحمد لله بينجح في التسجيل. فالحمد لله موسم كبير جدا، الحمد لله ان احنا حافظنا على سجلنا فيه، ان احنا ما يحصلش فيه اي كبوات، وتحديدا على ايد النادي المصري اللي لسه خسران من كام يوم في نهائي كاس رابطه من سيراميكا 4-1. فما كانش ينفع يوم ما يفوق عليك انت ويطلعك من كاس مصر، كانت تبقى تقيله قوي على جماهير النادي الاهلي وعلى لعيبه النادي الاهلي. اللقاء فنيا لقاء سيء جدا، وتحديدا في الشوط الاول الاهلي كان فيه سيء سيء سيء. اللعيبه كلها بتجر رجليها، اللعيبه كلها تحس انها بتفكر في المصايف، لان النادي الاهلي طبعا اخر مباراه ليه كانت النهارده، هيقعد حوالي 23-24 يوم كده، ايه يعني اجازه اللعيبه، استعاده النشاط، عشان يرجع النادي الاهلي ان شاء الله المعسكر في 23/8 تقريبا، استعدادا للقادم من البطولات يعني. فتحس اللعيبه كلها ذهنها مشتت، اللعيبه جابت اخرها من الموسم الطويل ده، واللعيبه كلها بقى يعني تحس انها دماغها خلاص ولياقتها البدنيه بدات خلاص، يعني ايه جابت اخرها. فاللعيبه النهارده مفيش تركيز خالص، كميه ميس باس كتير جدا، عدم تفاهم موجود بين اللعيبه، كل لعيب بتحس ان بيجي له الكوره بيخلص من الكوره بيحاول يديها لزميله الثاني، سوء تمركز بشع، دفاع الاهلي سيء جدا. فالحمد لله ان اللقاء يعني خرج الحمد لله بالشكل اللي خرج بيه دون، بل ان فوز الاهلي في الوقت التوقيت القاتل ده اضفى على المباراه يعني بعض الحلاوه بالنسبه لجماهير الاهلي النادي الاهلي، ان هم يكسبوا المصري بالطريقه دي، ويكون سيناريو درامي اكيد مفرح جدا لجماهير النادي الاهلي وحزين جدا لجماهير بورسعيد. فالحمد لله خطوه مهمه النادي الاهلي عداها، يعني ليظل هو المرشح الاول لبطوله الكاس. هيلعب مع انبي ان شاء الله في الدور قبل النهائي في المباراه اللي احنا قلنا لسه ما تحددش ميعادها، وعلى الطرف الثاني هيكون في اللقاء الثاني في الدور قبل النهائي يكون الزمالك وبيراميدز، وطبعا الكسبان من هنا هيلعب مع الكسبان من هنا في النهائي، اللي لحد دلوقتي برضه البطوله ما تحددتش هتستكمل امتى ان شاء الله. ده فيما يخص النادي الاهلي. على نفس الجانب وفي نفس التوقيت كانت بتلعب مباراه في البطوله العربيه بين نادي الزمالك ونادي النصر، انتهت بالتعادل 1-1، وعلى اثر نتيجه هذا اللقاء خرج نادي الزمالك من البطوله العربيه باحتلاله المركز الثالث في مجموعته، وصعد الشباب مركز اول وصعد النصر مركز ثاني، وكأن الزمالك ادمن المركز الثالث. نادي الزمالك انهى الدوري في المركز الثالث، وانهى البطوله العربيه في المركز الثالث في مجموعته، وعلى مدار 3 سنوات الزمالك يحتل المركز الثالث في مجموعته في دوري ابطال افريقيا. الزمالك طبعا سجل الاول بهدف من ركله جزاء سجلها احمد سيد زيزو، وتعادل الدون كريستيانو رونالدو في اخر لحظات المباراه، وكان على اثر هذه النتيجه خروج نادي الزمالك من البطوله العربيه، اخر البطولات المتاحه له في هذا الموسم، طبعا باستثناء كاس مصر اللي احنا لسه مش عارفين هيكمل امتى. طبعا بصرف النظر عن خساره نادي الزمالك النهارده او التعادل يعني، وخسارته لحظوظه في التاهل من المجموعه من مجموعته يعني،
بصراحه كل الاشكال البطوله ضعيفه جدا، تحس انها تجمع ودي، يعني على شاكله كده ايه المباريات اللي بتتلعب في الجوله الامريكيه مثلا، اللي بيلعب فيها مثلا ريال مدريد وبرشلونه وبايرن ميونخ والفرق دي، كلها استعدادات، تحس ان مفيش روح في البطوله. البطوله فقيره جدا على المستوى الفني وعلى المستوى الجماهيري، ما فيهاش الاهتمام الكافي، ما فيهاش الاهتمام الاعلامي الكبير اللي في بطوله فيها فرق بحجم النصر والهلال والاتحاد والوداد، فيها فرق كبيره جدا. تحس ان في اختلاف دوافع بين كل الفرق اللي بتلعب في البطوله دي. يعني لو بصيت على الفرق السعوديه زي الاتحاد والنصر والهلال، تحس الفرق واخده البطوله بطوله وديه، بنستعد فيها، بنشرك اللعيبه الجديده والصفقات، ونعمل شو اعلامي للصفقات الجديده اللي الفرق دي جايباها. على المستوى الثاني الفرق الافريقيه اللي كانت تقريبا كلها خرجت من البطوله باستثناء نادي الرجاء، اداء سيء جدا، وتحس ان الفرق دي رايحه بطوله وبالنسبه لهم ممكن مكسب سريع، لان البطوله جوائزها الماديه كبيره، فنروح ناخد لنا قرشين. نادي الزمالك واخد البطوله كان بالنسبه له واخدها انها كاس عالم، واخد البطوله على صدره قوي، فكره ان هو لو كسب وعدى وخد البطوله فاحنا خدنا كاس العالم، مش عايزين حاجه من الدنيا تاني، لا بقى تقول لي دوري ولا بطوله افريقيا ولا بتاع، نطلع بالبطوله دي للسماء ونقول ان النادي الزمالك عمل الانجاز الاعظم في تاريخ كره القدم العالميه. خسرنا فعادي، ايه المشكله يعني، والبطوله احنا ما كناش مستعدين لها، والتيم بتاعنا واقع ما ياخدش دوره رمضانيه، والحجج والاعذار اللي احنا دايما متعودين نسمعها من اعلام نادي الزمالك ومن لعيبه نادي الزمالك ومن ادارته، اللي دايما بيوايموا الحاله على حسب النتيجه اللي وصلوا لها. لو كنا شفنا النهارده الزمالك عدى وكان على وشك انه يعدي للدور الجاي، كنا سمعنا بقى ان الزمالك عدى النصر، ده كده احنا غلبنا ريال مدريد، مع ان النصر فرقه ضعيفه جدا 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 بصرف النظر بقى وجود كريستيانو رونالدو، فرقه ضعيفه جدا، فرقه ضعيفه، الفرقه فنيا مش عاليه خالص، مش هنقول ضعيفه جدا يعني، مش هنبالغ قوي، لكن فرقه عاديه بتخسر من الدوري السعودي من فرق قليله جدا. نفس الكلام بينطبق على فرقه زي الهلال صعد للدور الثاني بمعجزه، صعد ثاني مجموعته وبمعجزه. يمكن الاتحاد اللي هو ما اداش اداء عالي لكن نتائجه كانت كويسه، اللي هو فاز بالثلاث مباريات بتاعته. فالبطوله اجمالا بطوله ضعيفه جدا، تجمع ودي بيتلعب في بعض اللقاءات استعدادا للموسم الجديد، احنا بس اللي كنا واخدين البطوله على صدرنا جامد، لكن البطوله فقيره جدا جدا. عرب افريقيا تحديدا كمان قدموا اداء مغزي بصراحه، حتى الرجاء عدى الدور اللي هو وصل لدور الثمانيه، لكن برضه باداء مش احسن حاجه. يمكن كل ده في غياب المارد الاحمر زعيم افريقيا، اللي يمكن لو كان لعب في البطوله الى حد ما كانت الدنيا بقت احسن من كده بالنسبه لافريقيا، واكيد كانت احسن من كده. النادي الاهلي متعود دايما على ملاقات الكبار، كان هيقدم اداء استثنائي في البطوله دي، لكن النادي الاهلي قرا الصوره من بدري وعرف ان البطوله دي بطوله شو ودعايه، والاهلي مش محتاج لا شو ولا دعايه، والاهلي كمان مجهد جدا من بطولات التوالي، البطولات واللقاءات، فما كانش عنده وقت ولا المجهود الكافي. ادينا شفنا الاهلي في اخر اللقاءات هو عامل ازاي، اللعيبه خلاص لياقتهم البدنيه كتر خير الدنيا على اللقاءات الكتير اللي لعبوها، البطولات الكتير اللي حصلوا عليها، فما كانش في مجال ان احنا كمان نلعب بطوله ثانيه بصرف النظر عن مكاسبها. الاهلي مش محتاج المكاسب دي، الاهلي الحمد لله حصل بطولات كتيره وحصل على مكاسب، اخرهم بطوله دوري ابطال افريقيا، الاهلي حصل الحمد لله على 4 مليون دولار، ولسه كمان لا يتحصل عليه من المشاركه في كاس العالم للانديه اللي هيتلعب في شهر ديسمبر في السعوديه، فساعتها بقى سيكون لكل حدث حديث. مبروك لجماهير النادي الاهلي، فريق النادي الاهلي للصعود للدور قبل نهائي كاس مصر، وهارد لك لجماهير ولاعبي نادي الزمالك الخروج المعتاد من البطوله العربيه. دمتم للاهلي ودام الاهلي لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.